ابتدى ينطلق. عملتها في آل عمران خلاص. آل عمران بينت كويس جدا ايه هي العقيدة السليمة. احنا قلنا عقيدة بس خطأ تعمل ايه؟ تعمل أفعال تبوظ الدنيا كلها، أفعال كلها بايظة بسبب عقيدة بس خطأ. يعني خيانة الأمانات والغدر بالمواثيق، ده كله علشان اعتقدوا أنهم إنما يوفون للذين مثلهم على دينهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم ما دام اتبعت ملتهم هم ايه؟ يفوا لك بالعهود والعقود ويؤدي لك الامانات. اما الاسلام الله جل وعلا امرنا طبعا ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها من دينكم ولا الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. هو ده الدين. سواء كان صاحب الامانه مجوسي يهودي نصراني مسلم اي مله اخرى، ما دام هو صاحب الامانه لابد ان نؤدي له ايه؟ امانته. مش صاحب الامانه مسلم لا ما نأديش الامانه ليه، صاحب الامانه يهودي يبقى نأدي له الامانه. هذه عقيده خاطئه فولدت خيانه الامانات، وده اظن ده شيء معروف. طيب بعد ما بنيت بقى العقيده السليمه تاتي سوره النساء عشان تقول لك ايه بقى؟ تقول لك تنظم لك العلاقات. طب سوره النساء اول ما بدات اصلا ايه هي اول ايه في سوره النساء؟ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها. صح؟ طيب يا ايها الناس اتقوا ربكم، يبقى اول معامله ايضا مع ايه؟